يا جماعة في مصيبة بتحصل. مصيبة ايه؟ يا جماعة في مصيبة الانتحار. يا جماعة الموضوع ده بقى منتشر بطريقة غير طبيعية. كل واحد مخنوق، كل واحد متضايق، كل واحد عليه هموم، كل واحد تعب في حياته، كل واحد اللي سقطت في الامتحان، اللي تعب، اللي مديون، اللي مخنوق، اللي بعيد عن ربنا. اول حاجة فكر فيها، لا ده انا هنتحر، لا ده انا عايز اموت، لا ده انا عايز اسيب الدنيا خالص. يا جماعة الانتحار كبيرة من الكبائر. اللي بيفكر في حاجة زي دي كبيرة من الكبائر. والحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه الإنسان اللي بينتحر من فوق جبل فهو يتردى في الجبل في نار جهنم. إنسان اللي بيجيب سم وينتحر بسم فهو في نار جهنم. برضه يجيب السم وينتحر في نار جهنم يتألم بيه. اللي بيخبط نفسه بحديدة في بطنه برضه في نار جهنم بيخبط نفسه بهذه الحديدة. فيا جماعة الموضوع موضوع عظيم، موضوع كبير. فالإنسان اللي بيفكر في حاجة زي ديت ارجع إلى الله عز وجل، عد إلى الله عز وجل. ما تخليش الشيطان يوصل لك إن أنا لا ده أنا عايز أنتقل لعالم تاني، العالم ده يبقى بقى فيه خير وسعادة. أنت يا ابني ميت على كبيرة من الكبائر، ميت على مصيبة، ميت على ذنب عظيم. فما تفكرش والشيطان ما يوصلكش للفكره ان خلاص بقى ده انا انتحرت كده، انا رحت بقى للعالم الجميل. لا ايوه لا، انت ميت. قال ابن كثير اجر الكريم عادته ان من عاش على شيء مات عليه، وان من مات على شيء بعث عليه. انت ميت على شيء طيب مش طيب، ميت على كبيره من الكبائر. يا جماعه الكل اللي يفكر في الحاجه دي يعود لربنا، خليش الشيطان ييأسك. ولما تتعب وتتخنق استشير حد اكبر منك يفيدك بمعلومه، لكن ما تستسلمش للشيطان وتروح عازل نفسك وتلاقي نفسك انتحرت. دي مصيبه. خلي بالك من نفسك، لان نفسك اغلى حاجه فيك، ونفسك ملك لله مش ملك ليك انت. ونفسك ملك لله مش ملك ليك انت. فيا جماعه نحذر من هذا الموضوع لانه موضوع خطير وانتشر جامد جدا. فالإنسان اللي بيفكر في حاجة زي كده يعود إلى الله ويتوب إلى الله وقرب من ربنا. والسعادة الحقيقية مع الله عز وجل. كل اللي انت فيه ده بسبب بعدك عن الله. فقرب من ربنا هتلاقي الحياة جميلة بإذن الله. الله عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فيا جماعة نقرب من ربنا، لأن كل أسباب الانتحار وكل الإنسان اللي يعني الناس اللي بتنتحر كل ده بيبقى إنسان ضعيف الشيطان بيتملك فيه وبعده عن الله. فقرب من ربنا كل الأفكار السلبية دي تتشال منك إن شاء الله.